الفيديو النهاردة طعمه حلو وريحته حلوة وشوكولاتة سايحة كده في بعضيها من غير ما نحطله ولا قطعة شوكولاتة. الكيكة بتاعتنا هشة جدا ولذيذة ومتغرقة بالشوكولاتة، وبجد أجدع من مليون تورتاية. الكيكة دي أنا عملتها في عيد ميلاد ابني بدل التورتة، بجد طعمها أحلى من أجدعها تورتة. يلا بينا نشوف المكونات بتاعتنا البسيطة قوي اللي هتطلع معانا الكيكة الحلوة قوي دي. أول حاجة هنحتاج كوبايتين من الدقيق العادي خالص لجميع الأغراض، هننخلهم حلو، وبعد كده هنضيف عليهم كوباية من الكاكاو الخام. اهم شيء ان الكاكاو يكون طعمه كويس، لان هنا طبعا انتي بتحددي طعم الكيكة، ومن افضل الكاكاو الخام اللي هو اللي بيكون الاسباني. يبقى ضفنا كوبايتين من الدقيق، ضفنا عليهم كوباية من الكاكاو ونخليهم حلو، وكمان ضفت عليها معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقتين من البيكنج صودا او الكربوناتو، وكمان ضفت عليها كيس من النسكافيه، وتأكدوا ان هو مش بودرة بلاط، او معلقة من النسكافيه السادة براحتك، مفيش اي مشكلة. شايفين انا بحط كله على بعضيه ازاي. وكمان ضفت كوباية من الزبادي الابيض، وضفت عليها كوباية الا ربع من الزيت وكوباية الا ربع من الحليب، وهقلب الكلام ده في بعضيه شوية. هحط له سنة من الخل، ممكن تستبدلي الحليب العادي بالحليب الرايب وتستغني عن الخل. كمان هضيف له بيضتين، لو انتي حابة تضيفي فانيليا تقدري تضيفي فانيليا دلوقتي. وكمان ضفت معلقتين كوبايتين من السكر، وكوباية من المية الدافية، مش مغلية ماشي ولا ساقعة، مية دافية. وبدأت ان انا اقلبه كويس. شايفين احنا حطينا مكوناتنا كلها وبعد كده قلبناه منتهى البساطة بالمضرب العادي خالص. جبنا بقى الصينية اللي احنا دهنينها، ده المقاس الوسط، وهنبدأ ان احنا نديها كده خبطتين علشان نطلع كل فقاعات الهواء اللي فيها. انا بصراحة كنت ناوية افجر كل الفقاعات دي كده بخلة الاسنان، لكن بعد كده قلت انا هزين الوش، يعني انا ايه اللي يجبرني على التعب ده. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص. هسيبها تقريبا 20 دقيقة وبترجع لنوع الفرن بتاعك. هنجهز الجناش بتاعنا، هنجيب حلة او طاسة او اي حاجة بتتحط على البوتاجاز، وهضيف فيها كوباية من الكاكاو الخام. لازم يا جماعة يكون طعمه حلو، معلش انا باكد تاني علشان الكيك بتاعك يطلع طعمه حلو. وهضيف عليها نص كوباية من الدقيق، يبقى كوباية من الكاكاو، نص كوباية من الدقيق، وعليها كوباية الا ربع من السكر. وكمان هضيف فانيليا، ظرفين من الفانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وهضيف عليها معلقتين من النشا، وكمان هضيف 3 كوبايات من الحليب. وهديها معلقتين من الزيت، وهبدأ ان انا اقلب الكلام ده كله في بعضيه، وهرفعها على البوتاجاز لحد ما تتخن معانا. هوريكم دلوقتي شكلها عامل ازاي. في الوقت ده كانت الكيكة بتاعتنا طلعت هنا بقى لسه سخنة. اختبرتها بخلة بقى، بسكينة، بأي حاجة تطلع معاكي نضيفة. هنا الجناش بعد ما تخن معانا، هو ده القوام اللي انا عايزاه، مش عايزاه تخين قوي ومش عايزاه خفيف قوي. هنسيب بقى الاتنين يبردوا شوية، الكيكة تهدى والجناش يهدى، بس اديته الاول مكعب من الزبدة عشان اديله لمعان، وكمان يعني ادعم طعمه شوية. بعد ما الكيكة بردت معايا بدأت ان انا اخرمها، لكن تقريبا المشهد ده ما تصورش. وضفت عليها كوباية من الحليب، حليب سادة، ولا عليه سكر ولا عليه كاكاو ولا عليه اي حاجة. خرمتها كلها واديتها كوباية من الحليب. تمام.
بعد كده هنبدأ ان احنا نضيف عليها الجناش بتاعنا. بالشكل ده كده. طبعا قلبناه حلو الاول علشان خاطر ميبقاش فيه اي حاجة مكلكعة، وغطينا بيه وش الكيك. هتسيبيها تجمد شوية في التلاجة. انا سبتها ساعة بس علشان يعني التصوير، بس انتي طبعا سيبيها اكتر من كده. وابدأي بقى طلعي ودوقي بجد احلى كيك ممكن تاكليه في حياتك. قد ايه هي هشة وطعمها لذيذ جدا، وكأنك بتاكلي شوكولاتة بجد، كأنك عاملاها بنيوتيلا. هنا وانا بدوق كنت عمالة اقول لهم فظيعة، يقولي يعني حلوة ولا وحشة، اقول لهم فظيعة. بس ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون افادكم، يا رب يكون عجبكم، يا رب تجربوها وتدعولي ان شاء الله. انا ولاء هاشم ودي قناتي، لو اول مرة بتشوفيني اشتركي معايا وفعلي زر الجرس، ولو انت من متابعيني ما تنسينيش في الاعجاب، واقول لكم دمتم سالمين ومع السلامة.